سلام نوستيك، نتمنى تكون بخير. اولا احبك في الانسانيه. علاش تديروا الرسائل طوال؟ علاش؟ والله الا بهاد الرسائل طوال غادي نقدر نسلم. يعني قبل ما يوصل افريل غنسلم. نقول ديك جونفيي فيفري نقدر نسلم. على رساله طويله دابا المغربي تاع ايام تهضر معاه ما تيفهمش. راني لايف، يعني راه ما نقدرش نبقى نقرا رسائل طويله صاحبي، راه ماشي تكبر ولا مني اي دونت كير، ولكن عندي 3000 رساله، كل رساله طويله يعني خاصني سيمانه وانا غير تنقرا الرسائل وبزاف اصاحبي. راه غير لايف قصير، يعني حاول دير يعني لخص. قدر يكون قايل لي في الاخر راه عندي لك واحد البزنيسه فيها الفلوس ودابا تنعربط عليه، خليونا نقراو بلاتي. اولا احبك في الانسانيه اخي العزيز، شكرا لك على مجهوداتك، بغيتك تعاوني وتعطيني الراي ديالك في واحد المشكل. كل شيء عنده المشاكل كنعاني منه. انا كنحس براسي انسان متكبر. لا باينه، رساله طويله بحال التي جي في، بحال البوراق اسف. حيت مثلا كنشوف دوك المشرملين والناس اللي من ديك الطبقه بواحد النظره ديال الشفقه، وكنحس براسي كنفكر حسن منهم، وانهم عمرهم يتغلبوا عليا فكريا. واخا انا عارف باللي ممكن يكونوا فيهم بعض الناس اذكى مني، وعلى الرغم انني ماشي ذكي ولا مثقف، غير كنحس براسي هكاك وصافي. كنتمنى تفهمني وتعطيني ارشادات باش نتجاوز هذا الشيء، حيت راه ما غاديش ينفعني وخايب على علاقتي الاجتماعيه. نعم، سؤال مهم، سؤال مهم، وهذه مسألة طبيعية فينا احنا كاملين. لأن الإنسان كاين واحد المثل الألماني اش تيقول لك الملابس تخلق الإنسان. يعني الملابس هي اللي تترجع الإنسان في واحد الدرجة. الملابس هي اللي تتصنعك، ديك المظاهر. وكاين مثل اخر هو فرنسي ولكن بمعنى اخر، عنده معنى اخر، هو ديال لا بي نو في با لو موان، يمكن هادشي اللي تيقول، ولكن هذه هضره اخرى لا علاقه، ما عندهاش، ماشي في نفس المعنى. انا تنهضر على المظاهر، لا هي ماشي نفسهم، ماشي نفس المعنى. يعني كون كان عندي الوقت غنشرحهم بجوج، سيرتو الالماني حيت الفرنسي ما فهموش، كنت نشرحهم بجوج. فنركز دابا غير في الالماني. الالماني يعني بان المظاهر تتصنع الانسان. فكانوا داروا واحد ليتود، ان واحد السيد بداو يبدلوا ليه اللباس ديالو، وعلى الحساب اللباس ديالو تيسولوا البنات واش تخرجي مع هذا السيد هذا. فكل ما كان اللباس ديالو تيزيد في الجودة، كل ما كان الجواب بنعم تيزيد. يعني من كان لابس مقودة عليه، كانت النسبة ديال الجواب هو نفسه غير اللباس اللي مبدل. يعني هو نفس الشخص، نفس الوجه، نفس الشعر، نفس كل شيء، نفس الجسم، كل شيء، غير اللباس اللي تيتبدل. فمن لبس يعني افخم ما كاين، كانت الاجابه بنعم تقريبا 100%. سي بيزار ان السيد ما تغير فيه والو، غير المظهر، هو نفس الشخص تماما. ف وهذه المساله من جربوها مع الدراري ما خداماش، هذه خدامه غير مع البنات. البنات خدامه غير مع البنات فقط. من داروها مع الدراري ما تيهمش البنت شنو لابسه، تيهم شنو هازه، اما شنو لابسه ما تيهمش. تكون انت مدربله، المهم الا كانت تيتيزا يعني وعندها المؤهلات. الدراري كاع مسوق. يعني ديك المساله المظهر ما اثراتش كاع في الاجوبه ديال الدراري ولا شيء. وهذا طبعا عنده اسباب تطوريه، لان البنت تتقلب على هذاك اللي غادي يفورني، هذاك اللي غادي يحافظ عليها ويبروفايدي ويتحمل الاعباء ديال الاسره، وعنده المدخل وعنده واحد القيمه في المجتمع وهذه. اما الدري ما تيقلب باغا ينكح، فتيقلب غير على هذيك اللي غادي تخرج ليه الولاد يعني صحاح وبخير، يعني هازه والحوض ديالها عريض وعندها النهدين ديال الطرداع وداك الشيء، فعادي. فهاد التيست كانوا داروه. علاش تنهضر على هاد التيست هذا؟ المظاهر. هذا في مسألة الذكاء ما عندوش علاقة الذكاء يورث طبعا. كاين الجانب ديال التوريث، كاين هو انك الا كنتي ذكي
تتقدر تورث الذكاء. وهذه كانت كونتروفيرسي. هذا السؤال هذه القضيه هذه كانت فيها بزاف ديال الاخذ والرد، وكان فيها بزاف ديال القيل والقال. نعم وكان تيقولوا بانها غير صحيحه، او كما كتب اليقين قال لك غير صحيح، كانوا تيقولوا بانها غير صحيحه. ولكن ظهرات في الاخير مؤخرا، ندير لكم ديك ظهرات مؤخرا ديال الصلاعيمه من تيبغي يستشهد بشي حاجه، وتتكون ديك مؤخرا هي 2004 ولا شي حاجه، يعني 14 عام، ولكن ظهرات مؤخرا ديسيتود اللي بينوا بان الانتيليجونس تتورث. فانا ما متابعش بزاف، ولكن انا كنت قريت دي زارتيكل فيهم ان الانتيليجونس تتورث، يعني ثبتوا ان كاين الانتيليجونس تتورث. وبلا ما يكونوا كاع هاد لي زيتود هادو، الا شفتوا الناس اللي تيكونوا واعرين في الماط، واحد السيد واعر في الماط تتلقى ولادو واعرين في الماط، راه ماشي مساله ديال المراجعه، لان حتى هذاك المكلخ راه يقدر يدي ولادو يديروا المراجعه عند احسن ما كاين في الماط، احسن ما كاين في الماط يديو المراجعه، وغادي يكون ربو مكلخ بحال باه وبحال مو. ولكن دوك اللي تيكون واعر في الماط غالبا، باش ما نقولوش دائما، غالبا تتلقى ولادو تيطيروا في الماط. علاش؟ اذا كاين واحد الجانب ديال الانتيليجونس اللي تيدوز ليهم، بلا ما نهضروا على داك الابيجينيتيكس، دوك اللي ان الواحد الى تعلم شي سكيل ولا هذه تيقدر يدوزوا لولادو جينيا، هذه ديال شنو تسمى ابيجينيتيكس، ياك هي هذه. فالانتيليجونس وي تتورث، ولا جانب منها تيتورث، سي فغي، ولكن حتى الظروف اللي تيعيش فيها الانسان تتاثر. يعني انت تكون مثلا اوعر واحد في الماط، ولكن ما كانت عندك حتى شي فرصه في الحياه انك توصل لمراتب مزيانه، ولا توصل لواحد المستوى، ولا انك اصلا تقرا وتدير، فولدك الا توفرت ليه شروط احسن يقدر يطفرو. فواخا انت مقوده عليك ولدك يطفرو. واش فهمتوا؟ يعني ممكن انك انت والديك لان ما كانش عندهم شروط زوينه، ولكن هما اذكياء غير ما توفراتش لهم الشروط، فانت تقدر تاخذ من عندهم ديك الانتيليجونس وتوفر لك الشروط وتصدق واحد الانسان زوين. مثلا انت تشوف ناس اللي تولدوا في لي غيتو في الميريكان، تولدوا مقوده عليهم، ما عندهمش فرص، هذوك مثلا ذو البشره السوداء، وتلقى السيد عنده PhD في الفيزيك ولا في الماط ولا شي حاجه، ووالديه ما تعرفوش يخطوا القرايه الكتابه، ولكن ما تعنيش هذا بان والديه ماشي اذكياء، غير ما توفراتش ليهم الفرصه. تذكرني بالقصه ديال سمعت واحد القصه ديال واحد من ذوي البشره السوداء. هذا السيد هذا كان كبر في لي غيتو في الميريكان، ودغيا مشى للجريمه من الصغر ديالو، يعني مشى للجريمه بحالي وي فمشى للجريمه. وراني عارفه صاحبي علاش تتقلب عليا المواجع، ديما نهضر في الماط ولا نهضر في الانتيليجونس تيجبدوا لي ديك 0.5 في الماط. واش بغيتوني ننتحر؟ راه صافي يا صاحبي، يعني عف شويه، عف. واش السيد طايح في الارض وتيتركل وتجي تعفط عليه انت صاحبي؟ راه صافي، راني انا راه متألم، انا واكل الدق، علاش تجي نتا تدفل عليا وتذبح فيا؟ علاش؟ فهاد السيد هذا اللي كبر في الكيطو كبر في الجريمه، يعني يلاه 13 عام 14 عام اول سرقه ديالو، وصل لديك 16 عام 17 عام سطو مسلح مات فيه شي واحد، فشدوه في الحبس، ضربوه بشي 20 عام، شدوه في الحبس. السيد ما تعرف لا يقرا لا يكتب، مقود على ربو، فدخل الحبس ويد تشعل ليه البوله في راسو، وبدا تيتعلم يقرا بوحدو. تيمشي للمكتبه ديال الحبس، لان في الميريكان عندهم مكتبه ديال الحبس فيها الكتوبه. حنا عندنا ما عرفت شنو عندنا في المغرب في الحباسات في العواكش، ما عرفت شنو عندهم تما، واش عندهم مكتبات فيهم وقع الا لقيت شي حاجه غتلقى فيهم القران. فمشى بدا تيقرا، يعني ولا اوتوديداكت، يعني هو تيعلم راسو بنفسه، فبدا تيتعلم، بدا لا هو بوحدو، ما كاين لا اعاده ادماج، هو بوحدو مشى تيهز الكتوبه وتيتعلم يقرا، فبدا تيقرا، ولا اي كتاب جا في يده، اي حاجه كما بغات كانت تيقراها، تيتعلم تيقرا اللي كانت تيقراها اللي جاتو، فتا ولا قراي صحيح. شويه
شد واحد النهار الجورنال ومشى داكشي ديال البورصه وداكشي ديال البيزنس وداكشي، وقال لك غنشوف هاد الناس المرفحين شنو تيقراو. فمشى تيقرا على داكشي ديال البيزنس في الجورنالات، داكشي ديال البيزنس، داكشي ديال البورصه كيفاش، بدا يقرا لي زارتيكل ديال الفينونس من هنا من هنا هنا، فولا تيتعلم، فولا بحال تقول خبير ديال المال. هادشي كله في الحبس، في الحبس. وبنادم في المغرب ستلقاه مريح بخير عليه، هاز ايفون ولا هاز جالاكسي، وتيضل يسرح ويتسكع في الفيسبوك ويجيمات عنيبات فاتيفلوغات، ومن بعد تجي تهضر معاه تقول ودي عندنا خويا تنتوفاو في هاد البلاد هادي، والله خويا تنتوفا ما عندناش يا صاحبي، ما عندنا والو، ما عندنا والو. عزيز عليه المغربي يقول لك ما عندنا والو. والسيد في الحبس محكوم عليه ب20 عام، وقرا وطور راسو والمؤهلات ديالو ولا خبير مالي، وانت مريح في راس الدرب حاضي المؤخرات ولا عاصر في شي قهوه. المؤهلات كامله ديالك هي شحال ربحات البارسا وشحال ربح الريال وشكون انتقل وسوق الانتقالات الشتويه وميسي مشى صلى في اسرائيل والو. فالسيد ولا خبير مالي ولا تيعاون المحابسيه، لان المحابسيه من تيخرجوا من الحبس ما عندهمش مؤهلات، تيخرجوا ما عارف شنو يدير، فتيعاود يرجع للحبس. يعني ما تيلقى حتى شي التيرناتيف، تيدير شي جريمه اخرى وتيعاود يرجع للحبس. فولا تيدير لهم اعاده تاهيل، ماشي فيلم هذا بصح، هو تيهضر. فبدا يدير لهم اعاده تاهيل، ولا ماشي تيدير اعاده تاهيل للسجناء، ولا تيعاون حتى الناس اللي خارج الحبس. السيد ما كان لا تيعرف لا يكتب لا يقرا، التيرناتيف زوينه ياك تيعرف لا يكتب لا يقرا. شنو هي العبره ولا الدرس ديال هاد القصه هذه؟ هي ما تحكمش على واحد الانسان بالمظاهر، لان هذاك السيد ربما اللي خرج عليه غير داك البيئه اللي تولد فيها فقط، اما هو يقدر فعلا يكون اذكى منك، ويقدر يكون انساني اكثر منك، ويقدر يكون من احسن الناس، ويقدر ربما يكون نعم المحيط ديالو زوين، كون راه خرج عاون البشريه بشي حاجه انكرويابل. فلهذا خاصك تشوف الناس على انه انسان. راه انك تكون ملحد راه ماشي هي انساني، باش نتفاهموا. ملحد ما تتعنيش انساني، خرجتي من الخرافات ما تتعنيش انك انساني، لا والو. يقدر يكون واحد غارق في الخرافات اكثر انسانيه منك، حيت بنادم دابا تيولي ديك اللعبه ديال تيغلط، تيقول لك احنا خرجنا من الخرافات واحنا عقلانيين. عقلاني ما تتعنيش انساني. انك تكون منطقي وتتفكر وهذه راه ماشي انساني، لا علاقه بانساني. تقدر تكون نتايا خارج من الخرافه وتنتقد الخرافه والنهار كامل هذه، وتكون اكبر ولد القاف. اكبر ولد القاف في الدنيا هو انت. ومن الاحسن كون بقيتي في ديك الخرافه، احسن تجي معك، باش على الاقل الا درتي شي مصيبه تجي معك هي هذيك نيت. يعني تكون ولد القاف بحال الصلع ومنيت. فخصنا نفرقوا ما بين هذه الامور هذه. الانسانيه ليست هي تحرر من الخرافه. تحرر من الخرافه هو واحد الكفاح اللي خاصك تخدم عليه، ولكن من بعد خاصك تخدم على الاخلاق ديالك، خاصك تخدم على الانسانيه ديالك، خاصك تجتهد، خاصك تشوف شنو الامور اللي خايبه فيك وتحاول تحسنها. شوف الامور اللا اخلاقيه اللي تدير وتحاول تحسنها وتحيدها. هنا فين تيبان الانسان، هنا فين تيبان الجوهر الزوين ديال الانسان. اما تكون خارج من الدين وصافي عطيتي راسك القراض ديال انك واعر وانك صافي راحيت انت عقلاني ولا هذا راك انسان زوين، نو لا علاقه. رب مسلم غارق في الخرافه اكثر انسانيه منك. نوستيك شنو درتي مع السلسله ديال المسيحيه او ولد دير لي شاوت اوت برجوله محسن. دابا ولا شوف، يلا تنهضروا دابا على الاخلاق. دابا ولا الواحد تيجي تيقول لك فينا هي الحلقه اولد ديريكت، يعني ما خدام عنده منين تنوض الصباح تيخلصني هو اللي تيخلص لي الكرا ديالي،
هو اللي تيخلص عليا القفاغ، عارفو غير تيضحك، سي نورمال، لان كون ما كانش تيضحك ما غاديش نضحك معاه حتى انا، فعارف. فتيجي تيقول لك دير لينا، يعني يا جرانتد انا خدام عندكم، وانا اعتز انني اكون خادمكم، والله بنعمه رب المجد اكون خادم الكنيسه وخادم المؤمنين. واخا خويا راه غادي ندير شي حاجه، كون هاني خويا محسن، هاد محسن هذا يكون بنت عفينا نوستيك، وبغينا الحلقه ديال طابوتون بالخف، راه داكشي ماشي بالخف، راه انا باغيها ولكن مازال ما خرجتش، اش غادي ندير لك اصاحبي؟ هل اصبحت واعد بدون تصريح وزاره الشؤون؟ خويا نوستيك، الاخوان ما كاينش شي فيديو نقصروا به ولا شي حاجه؟ طلعوا لي هاد الرسائل في راسي، كاين شي 3000 رساله، واش انا غنبقى هنا النهار كامل؟ لوحوا لنا شي فيديو زوين نقصروا به، شي حاجه جديده، ندير ريفريش باش نشوف العرق. راه كانوا شي تصاور تيبانوا ليا بلاتي نشوف شنو مكتوب فيهم، والله الا كانوا تيبانوا ليا شي تصاور فيهم العرق، بس نطلع شيت شحال من رساله، فاك والله الا انا اسف الاخوان، راه بزاف تو ماتش. وهذا الشيء تيبين لكم واحد القضيه، هو ان من تصيفط لي رساله في كافر مغربي وما تنجاوبكش، فاعلم ان راه قبل منك الالاف المؤلفه ديال الرسائل، بل وصلوا الى مليون رساله والله. يا كنتي كافر واخا تحلف الدنيا يعني. 12 مليون رساله، وفينا وما تصاور، عرفتي شحال وانا تنطلع، عييت ما نطلع كاع، ما بان التصويره، انا مازال تنطلع، طلع فينا وما تصاور. والله الا كانوا تصاور د العرايك ما طاروا، ولا تيجي واحد القسقوس تما انا تنطلع. ها هي التصويره، لا ماشي د العراي هادي، ها هي ناري على صدر. سؤال مهم، ممكن النمره ديال الواتساب ديال بنتك؟ شنو بغيت ناخذها على سنه الله ورسوله، هذه هي اللي خشى راسو في النخاله تينقبوه الدجاج، تلقى ربو النهار كامل هو تيسلخ في الحنش، تلقاه تيستمنع على الكلمات. هو هذا مصيفط لي التصويره فيها العرا نيشان، يعني العرا ماشي زعما العراق، يعني كل شيء باين. ممكن النمره هو نيت، ممكن النمره ديال الواتساب ديالو. علاش تصيفط لي بنات عريانين؟ هادشي باش باغي تخطب؟ واحد باغي يخطب بنتي ومصيفط لي تصاور ديال بنات عريانين، شنو زعما؟ غنبقى نقول لك هذا راه راجل بنتي تيصيفط لي الصداق؟ لا حول. اوكي بلاتي، ومصيفط لي عاوتاني جوج ديال الاخوات. هادشي راه المره الجايه نوريكم في المباشر، غندير شي لعيبه باش يبان هادشي في المباشر، سامارش. انا واحد البنت 3 سنوات، انا وواحد البنت 3 سنين وحنا مصاحبين وكنبغيو بعضياتنا. المهم هاد العام زوجوها والديها لواحد المغربي ساكن في فرنسا، ها اللي قلنا. ايوا راه نورمال، انا راه كنت انا باها نجوجها لذاك اللي في فرنسا، نجوجها لك نتايا، تبقى تحورك معاك في الطرقان وتخيط معاك في الدروبه وتمشي توكلها خانزو بنينه. وانا ما قدرتش ننساها، وديما كنفكر فيها وكنبغيها بزاف، بليز شي حل. ايوا يدك فيه، ما اش نقول لك اخويا تنساها، راه خاصك تنساها. والسيد هي عايشه حياتها دابا، عايشه حياتها هي راه تقدر تكون فرحانه، هي فرحانه ودارت ورقاتها وبدلات السيستيم ديالها، وانت مازال تدور صاحبي بالسونطروا ولا هادي فينا. ما فهمتكمش انت، راه الا كنتي تتبغيها خاصك تفرح ليها، لان هذا هو الحب الحقيقي. شنو هو الحب الحقيقي؟ هو ان تبغي الخير لهذاك اللي تتحبه، واخا داك الخير يكون ضدك نتايا. هذا هو الحب الحقيقي. علاش ما خاصكش تكون اناني؟ واش هي ماشي حسن لها دير ورقه وتعيش في فرنسا؟ واش بغيتيها حياتها كامله وهي لاصقه فيك تما في المغرب؟ هذا هو الحب الحقيقي، هو انك باغي لها الخير واخا يكون على حسابك انت. وانت شنو باغيها تطلق من هذاك ولا اوكي دابا انت باغيها تطلق وتكون دارت الاوراق باش تصوفيك. وانا اللي حمار. اوكي صافي اسمح لي بلاتي.
هما الفيديوهات بداو يبانوا. شنو هادشي اخويا دريس السباعي؟ ديروا لنا الليان الاخوان، ديروا لنا الليان الله يحفظكم. شي ادمين مبارك يدير لنا داك يكوبي شي حاجه ويلوح عليها. جوناس ميرسي خويا شكرا. طارق زبي صابي بدل النيك نيم صاحبي ديما مصيدنا. اوكي. وهذا اليوم يوم عظيم، يوم لا نهاية له. أي يوم طويل فيه أكثر من 24 ساعة. طويل زيد. وله أسماء عديدة. عديدة سميته اليوم والنهار. ولعظمة هذا اليوم الله. هذا الشيخ هذا سميته عبد الرحمن الباهلي، خطيب جامع السعود بحي النسيم بالرياض. مهم شيخ سعودي وعنده الحياة. زيد. الله سبحانه وتعالى يرسل لك إشارات. تيصيفط لك الإشارات. الله دابا خدام البولات وعلامات. انتبه، هناك تيفكرني الله بهذوك اللي تيكونوا فوق الطائرات الحربيه، عرفتي تيكون داك الميراج جاي باش يطلع وتدير ليه ديك الاشارات، تبقى تهز في يدك وهادي وهز ديك الرايات صغار بحال هكاك. الله. علامات صغرى وهناك علامات كبرى. وعلاش هذا الشيء كامل؟ علاش محن راسك اصاحبي؟ ودابا الله باغي تفني الدنيا فني ربها. علاش غادي تتصيفط لينا هادي حقه واحد العلامه صغيره واحده عندك؟ واش نستافدوا حنا؟ اتصور واحد شاف جوج علامات صغرى ومات، شنو استفد؟ واحد شاف علامه كبيره ومات، شنو استفد؟ ايوا ديرهم دقه كلهم ولا بلاش. علاش؟ راه هكا غادي نخلي ضربوكم، ولكن انا نعطيكم واحد الاشارات ماشي نستافدوا حنا من الاشارات. علامات الصغرى ظهر 90% منها. تا هما ولاو يقولوا 90%. زيد. فيقول بغيت غير انا، بغيت غير انا ربي، بغيت غير انا. لم يبقى الا عبدك الفقير، فيقول الله له مت فيموت. عرفتي من قال ليه موت؟ داك الوقت اللي تيموت فيه ملك الموت، داك الوقت اللي تيموت فيه تيشوف في الله واحد الشوفه مقاوده وتيدير ليه ديك اللعبه ديك. علاش مخدمني انا ملايير السنين ولد القاف وانتيا تقدر تقتل الناس بموت؟ علاش مخدمني انا؟ علاش؟ فيطوي الله تبارك وتعالى السماوات السبع بضخامتها بيمينه، والأراضين السبع هاي طويها. صبنها وقدها وداك الشيء بدا يطوي دابا السماء. طوي. علاش تطوي السماء؟ شنو هاد السماء هذه اللي تطوي بيمينه ثم يرجفها 3 رجفات. علاش؟ ياك كل شيء مشى. دابا الله راه بوحدو تيطوي دابا، ما معاه حتى واحد، يعني بوحدو كاين. مع كل رجفة ينادي لمن الملك اليوم. وهذا دابا شو؟ دابا تخيلوا دابا ما كاين حتى شي واحد، راه حتى واحد ما كاين، غير الله بوحدو تيطوي وتيغوت لمن الملك اليوم. دابا الا دارها شي واحد شنو تقولوا عليه؟ الله بوحدو جالس تيطوي وتيقول لمن اليوم لمن الملك اليوم، انا هو الواعر ما كاينش بحالي. لمن الملك اليوم فلا يجيبه احد. ايوا راه نورمال اللي نحمق تيهضر مع راسو، فيجيب نفسه بنفسه. هو تيهضر مع راسو، هو تيسول وتيجاوب راسو. يعني ما عرفتش انا اللي تيسول وتيجاوب راسو شنو تيقولوا عليه. لله الواحد القهار. هو تيقول لراسو لله. شكون الله الواحد القهار. وتنتهي بذلك الدنيا كلها، ولا يبقى إلا الله الحي قبل كل حي، والحي بعد كل حي، والحي القيوم الذي. دابا الله واش يتنادم مع الحال ولا يقول صافي السكريبت طلع زاز لوز هادشي كامل اللي درت هو هذاك، اللي نرجع لديك الفتره الاولى اللي ما كان فيها حتى شي حاجه، كان والو. يعني دابا قدامه غير الاشلاء ديال الملائكه اللي ماتات وكاع داك الناس اللي قتالوا داك الشيء، بدا يفكر شنو يدول، نعاود داك الشيء نعاودو من جديد ولا خصو يفيقنا ويعذبنا وداك الشيء. لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى الواحد الأحد الملك. عندما تؤمن بهذه الحقيقة لا ما نآمنش بها. فهذا نورمالمون كوك الله عنده شويه العقل اش غايقول؟ غايقول صافي قودت سوايع، سكريبت مقود، بزاف الناس يكفروا وخصني ندخلهم لجهنم، عرفتي اش ندير؟ صافي غنبقى غير هكا.
غنبقى هكا وصافي، ما غاديش نعاود نرجعهم وتدخل هذا الجهنم الى ما لا نهايه، ولا ما غندير والو. هنا ساكتفي نورمالمون، كان هنا خصو يحبس، ساكتفي. ولكن حيت هو ولد القاف اش غادي يدير؟ غادي يفيق كل شيء وغادي يبدا يشوف العذاب ديال هاد الناس هادو الى ما لا نهايه. اسالك سؤال مهم. سولني. ما قيمة هذا الملك في قلبك؟ هل أوامره معظمة في قلبك؟ ما عنده حتى شي قيمة ولد القاف. هل نواهيه معظمة يعني في قلبك؟ كل شيء هالك إلا وجه الله عز وجل. لا هذاك أحمق أنت وأنت تابعه أكثر منه. فهل عظمت الله في نفسك؟ لا. لازم هنا نرى أثر الإيمان في حياتك. لا هذا المطلوب لنا غير بأن الكفر هو اللي مزيان. ليس المطلوب أن تعرف القصة، المطلوب لا مطلوب نعرفوا القصة باش نعرفوا هذا الحمق هذا. أن تعرف أنه ليس هناك ملك إلا ملك الله. إذن أنا وأنت عبيد لله. أنت هو العبد. ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. ولا بزاف عليك أنا نكون عبد. ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. صافي. وما عاودش لينا شنو يدير من بعد. أوكي ماشي مشكل. احنا ضيعنا شوية الوقت من حياتنا. سمحوا لينا. شكرا بزاف على المتابعة. نهار شنو اليوم الجمعة. اوكي ربما نهار الحد ندير شي مباشر خفيف مرة أخرى. فشكرا كلكم على الاستماع. أنا اليوم بغيت غير نشد معكم ستون، يعني ما كان عندي حتى شي موضوع ولا شي حاجة. فآسف للناس اللي ما قدرتش نجاوب على الأسئلة ديالهم، وأنا عارفكم تتصيفطوا الرسائل يعني بواحد الكم هائل، وما عرفتش أنا كاع علاش تتصيفطوا لي بزاف الرسائل وأنا غير داوي خاوي. فشكرا لكم، شكرا على الحب ديالكم، المحبة وازي سير في حالك مال هذا، وديما خصو يبقى يهضر بزاف في الاخر. شكرا لكم، تعيدوا وتعاودوا، تهلاو في راسكم، احبكم. انا لست انسانا كاملا، فانا اخطئ وخير الخطائين التوابون، وربي كبير، وتهلاو في راسكم، واحبوا بعضكم، وسدوا فروجكم، ووسعوها لبعضكم. تحياتي.